بمكونات بسيطة وموجودة في مطبخنا وموجودة في كل بيت. وكمان هنعمله في الخلاط، ولو ما عندكيش خلاط ممكن كمان نعملوه بالشوك او بالمضرب اليدوي العادي بطريقة سهلة جدا. وكمان هتطلع مرتفعة وهشة بمكونات كلها موجودة في مطبخك. وهنعمل كل الكمية دي اللهم بارك ب4 عدد بيض بس، ولو عندك اقل من كده تنفع. نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة بنجهزها معانا هي الصينية بتاعتنا. انا هنعمل النهاردة 2 مقدار، يعني مقدارين، علشان انا الصينية كانت كبيرة قلت اعمل مقدارين. انتوا حابين تعملوا مقدار واحد خدوا نص الكمية او نص المقادير اللي انا هقول عليها وتطبقوها في صينية اصغر من كده. بصراحة انا مش عارفة دي كام في كام، بس هي بالشكل كده، خدوها بالشكل يعني. اول حاجة معانا معلقة سمنة او زبدة، ندهن بس الصينية كويس جدا جدا، وبعد كده نبطنها بشوية من الدقيق. رتبنا خطواتنا كده، وبعد كده نسيب الصينية على جنب، وبعد كده نجيب الخلاط بتاعنا، شفشق الخلاط بتاعنا، وننزل ب4 عدد بيض. لو انت هتعملي الكمية دي زي لو انت عندك بيض كبير ممكن 3 بس يكفوا. ومعانا كمان كوبايتين سكر. السكر كده مظبوط جدا جدا. لو انت هتعملي مقدار واحد يبقى كوباية سكر معاها 2 عدد بيض بس، حبة من البيض. وبعد كده معانا كوبايتين من الحليب، لو عندك زبادي ينفع، ولو عندك برتقال ممكن تستغني عن الحليب وتحطي عصير برتقال متصفي. تمام. وننزل كمان كوباية وربع من الزيت. ما تستغربوش كمية الزيت مش قليلة، ده يدوب وكانت مظبوطة جدا جدا. في الوقت ده معايا 4 كوبايات من الدقيق. يبقى احنا ضربنا المكونات السائلة كلها في الخلاط، وبعد كده جبنا بولة ونزلنا فيها ب4 كوبايات من الدقيق. لازم يكون مغفول جدا جدا جدا. وكمان ننزل معاه ب2 باكت بيكنج باودر من دريم او باكو من كيك شيف. استخدم باكوين لان انا عاملة الكمية او المقدار 2. نجيب بقى المضرب العادي خالص، ولو حابين تضيفوا الكمية دي كلها في الخلاط تمام بينفع برضو، بس انا علشان اقول لكم ان هو ينفع في الخلاط وينفع يتحط لوحده. بعد كده هنقسم بقى الخليط ده لاتنين، الخليط الابيض وخليط اللي احنا هنحط عليه معلقتين من الكاكاو او معلقة كبيرة من الكاكاو. وكمان ما قلتلكوش ان انا حطيت على البيض ده باكت او ظرف من الفانيليا. لو عندك فانيليا سايلة ممكن تضيفيه. ننزل بقى بمعلقة كبيرة او معلقتين من الكاكاو الخام النضيف يعني. وبعد كده ننزل بمعلقتين من الحليب او اللبن، وبعد كده نقلب كل الحاجات مع بعض كويس جدا جدا. هنلاقي القوام زي ما انتم شايفين كده بقى تمام جدا. نرجع بقى نجيب الصينية اللي احنا دهناها ومجهزينها من اول الفيديو. هننزل بقى بخليط الابيض الاول، وبعد كده اللي هو الفانيليا، وبعد كده خليط الشوكولاتة، وهكذا لغاية الكمية كلها وتخلص مننا. بصراحة انا ما عملتهاش ليا فترة كبيرة، وابني كان طالبها مني، فقلت يلا طالما الحاجة جاهزة وتكلفتها بسيطة يعني نقوم نعملها مع بعض واصورها لكم كمان واقول لكم انا بعملها ازاي. بعد ما خلصنا كمية العجين بتاعنا او كمية الكيك بتاعنا، بنجيب بقى خلة بتاعة السنان او الشيش طاووق او اي سكينة عندك تنفع، ونعمل حركات عشوائية كده علشان بس كلها تتوزع وندي برضو شكل جميل. تدخل بقى على درجة حرارة 180، وبعد كده نهدي النار ونسيبها تاخد من نص ساعة لساعة الا تلت في الفرن، وبعد كده نختبرها. هي كانت لسه حالة لسه طالعة من الفرن، وما عملتهاش في فرن البوتاجاز، انا عملتها في الفرن العادي اللي هو الغاز. تمام. وبعد كده بنقطعها قدامكم اهو. بصراحة هي كانت لسه والله لسه طالعة من الفرن، ما كملتش دقيقة واحدة طلعتها لكم على طول. تمام. فانا ما كنتش عارفة اتحكم فيها ولا اطلعها لكم، بس قلت لازم اوريها لكم وهي سخنة. تمام. وطبعا عيالي كانوا مستعجلين عليها، قلت اصورها لكم بسرعة واقول لكم النتيجة بتاعتها. كانت اللهم بارك فوق الخيال، كانت تحفة وجميلة وتستاهل 10 من 10. لو وصلتوا بقى لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي في كومنت وتحطوا لي لايك حلو علشان احنا بنكبر بيكم وليكم. واللي ما اشتركش في القناة ممكن يشترك ويرفع القناة بتاعتي، طبعا يكون مشكور جدا جدا.
وادي كان الفيديو بتاعنا بسيط والمكونات كلها موجودة في البيت، وطلعنا كمية محترمة جدا جدا، تنفع بقى في كوباية شاي كده بلبن، او كوباية شاي لوحدها بتكون زي الفل. فطار خفيف جدا في الحر اللي احنا فيه ده، وحاجة سريعة ما بتاخدش اي وقت، واكيد مكوناتها موجودة في كل بيت. عايزين بقى نشيل الكمية دي في التلاجة، بنعبوها في علبة كده حفظ، ونلبسها كيس، وبعد كده نحطها في التلاجة ونسحب منها زي ما انتم عايزين. انتظروني بقى في فيديو جديد، وحطوا لايك للفيديو ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.